يمكن من اكتر الحاجات اللي بتزاول الواحد هو اللعيب المزاجي اللي انت ما بتعرفش هو كويس ولا وحش ولا حكايته ايه. فالنهارده هحكي لك على لعيب جماهير الزمالك عمرهم ما عرفوا هو لعيب كويس ولا لا. في 2019 اداره الزمالك نجحت لاول مره من ساعه موسم 2015 انها تعمل سكواد قوي يقدر ينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها، واللي كان من ضمنهم لعيبه تقيله زي فرجاني ساسي وزيزو وكهربا. بس يمكن اكتر لعيب فاجئ جمهور الزمالك وقتها بمستواه العالمي اللي قدمه كان يوسف اوباما، لان في الموسم ده اوباما كان حرفيا بيقدم عظمه مع جروس اللي قدر يخليه احسن صانع العاب في مصر وقتها. ولو تفتكر وقتها اوباما كان بيعمل حاجات غريبه بالكوره، وكان بيمتع الزملكاويه كلهم سواء باجوانه العالميه او باسيستاته اللي كانت بتبقى احلى من الاجوان، لدرجه ان وقتها الفريق كان بيعتمد كتير على اداء اوباما في الملعب، وكان بيتاثر اداء الفريق من غيره. بس المشكله ان جروس ما كانش بيريحه خالص وبيلعبوا اي ماتش سواء كان مهم او لا، لحد ما مستواه ابتدى يقل بسبب الاجهاد اللي كان فيه. بس رغم كده اوباما برضه كان بيظهر كويس في الماتشات اللي بيلعبها، وقدر يخلص الموسم بالكونفدراليه والكاس، وكمان كان من هدافين الفريق ب 13 جون. وكل الجماهير ساعتها قالت ان خلاص بقى معانا صانع العاب حريف وهداف وكمان سنه صغير. بس المشكله ان جماهير الزمالك ما كانتش عارفه ان اوباما لعيب مزاجنجي وانه ممكن يقدم مستوى عالمي في اوقات، واوقات تانية ما يعرفش يباصي اصلا. وحرفيا ده اللي عاشه جماهير الزمالك مع اوباما من ساعه موسم 2019 لحد دلوقتي، لان عمره ما كان ثابت على مستواه. ويمكن اخر مره اوباما قدم اداء كويس مع الزمالك وابتدى يرجع شويه لمستواه كان في موسم 2021، وقدر يكسب الدوري ساعتها مع الفريق، ودي كانت اخر مره اوباما يقدم اداء قوي مع الزمالك، لانه من بعدها فضل برضه في نفس الدايره، شويه يبقى كويس وشويه مفيش خالص. فعشان كده اوباما هيفضل من اصعب الالغاز اللي قابلتها جماهير الزمالك، لانهم لحد دلوقتي عمرهم ما فهموا هو لعيب كويس ولا لا.